اقرب لي اقرب لي اقرب لي. ايه يا جدعان الضحك ده؟ لا وبص على دونجا وهو رافع ايده وعمال يقول لك هي الكوره فين؟ هي راحت فين؟ انتوا شايفين حاجه انت وهو يا يا فندم هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. بعيدا بقى عن الضحك اللي شفناه ده، منتظرين ضحك تاني. مودرن يا جماعه عمل النهارده بيان بيشتكي فيه من العهر التحكيمي اللي كلنا شفناه طبعا قدام الزمالك، فاحنا بقى مستنيين بيان او مؤتمر صحفي من الزمالك عن الظلم التحكيمي اللي بيتعرضوا له. اصل الزمالك بعد كل احتواء او فضيحه تحكيميه بيكسب بيها بيعمل بيان او بيعمل مؤتمر صحفي بيشتكي فيه الحكام، وطبعا كلنا عارفين من باب ايه؟ بيقولوا اللي ايه وتجيب اللي فيها فيه. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وكالعادة لازم نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وندعي طبعا لإخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي مصر في كل دولنا العربية والإسلامية. ربنا يا رب يفك الكرب عن الجميع. وأكيد طبعا لازم نقول لكم كل يوم في رمضان كريم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مش هنوصيكم بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، وطبعا إذا عجبتك الحلقة اللايك والشير والحاجات الحلوة دي، ونقول لكم حلقة جديدة ويلا بينا. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. النادي الاهلي خايف من الجمهور يقول له كده؟ معقوله يا قصقص؟ والله خايف. ليه؟ معترض على قرعه الدوري. معقوله معترض ليه يا عم؟ ده البطل، ده ما بيخافش من حد، ده عنده لعيبه جامده جدا وعنده قوام رئيسي محترم، والاهلي بيكسب باي حد، والاهلي بمن حضر يكسب بعم حارس، يكسب باي مدرب. وايه يا عم اللي بتقوله ده؟ والله تخيل خايف يلعب نادي الزمالك يوم الثلاث، بعد كده خايف يلعب بيراميدز. هي البطل بيلعب في اي وقت في اي مكان، اللي عايز ياخد دوله او عايز ياخد افريقيا او، انما انت بتسبق عشان ايه؟ خلي عندك دم. الفتره الجايه بص لما تغلب الزمالك الاهلي مش هياخد الدوري على فكره، خلي بالكم بيراميدز هياخد الدوري، وراهن اي حد على صفحتي ان بيراميدز هياخد الدوري. العب بقى يا عم. سلام. الله، وده من ايه لا مؤاخذة يعني؟ ايه اللي من ايه؟ يعني حساسية يعني ولا زعل؟ لا انت لازم تكشف بقى يا قص، لازم نطمن عليك يا حبيبي. بس لحد ما تعمل كده عندي ليك نصيحة مبدئيا، ما تاكلش سمك ولا بيض، وبالذات البيض يا اخي بالله عليك، اصل احنا مش ناقصين. انا ما اعرفش بصراحه ايه الكوكب اللي انتوا عايشين فيه ده. لا وكلهم يا جماعه ما شاء الله، يعني غير قصقص واحد تاني من ضيوف القنوات بتاعتهم، بس هو اقل من ان احنا نذكر اسمه، كاتب لك ايه هو كمان؟ هل يستطيع الاهلي كسر عقده الزمالك في الدوري؟ الاهلي لم يستطع الفوز على الزمالك في الدوري منذ يوليو 2023. لا شيء. كوميديين قوي الناس دي، بيقول لك عقده الاهلي من 2023. بس الصراحه يا جماعه ليهم حق، ما نقدرش نتكلم. الراجل الفريق بتاعه كسبنا اخر ماتش 1-1. يا مجانين، عقدة مين اللي من 2023 في الدوري؟ احنا من شهر يوليو 2023 لحد النهارده لعبنا 3 ماتشات وانسحبتوا ماتش. في يوليو 2023 ده الاهلي كسبكوا 4-1. في ابريل بقى 2024 الزمالك كسب 2-1. يونيو 2024 فوز اعتباري للاهلي بعد انسحاب الزمالك من رعبهم من اهلي في الوقت ده. اخر ماتش بقى من اسبوعين 3 اتعادلنا 1-1. يبقى فين العقدة يا ابني؟ ده احنا على كده بقى كنا عقدة ريال مدريد من 2001 بعد ما فزنا عليهم لحد هم ما فازوا علينا في كاس العالم للانديه 2023. سؤال، اين حمرة الخجل؟ الناس دي ما بتتكسبش. لا والكوميدي بقى يا جماعه قصقص يقول لك الاهلي خايف من مواجهه الزمالك. هو انت يا ابني شفت اي حاجه رسميه من اداره الاهلي بتعترض على الماتش ده؟ مش انتوا اللي عملتوا مؤتمر صحفي بتعيطوا وتدبدبوا فيه، وكل الصفحات بتاعتكم بتندب من مواجهه الاهلي وحاسين انها مؤامره؟ دي مؤامرة. شكلهم كده متفقين علينا، بس ما عرفش نيعو. بس سيبك انت يا قصقص، احلى حاجه رهانك ان الزمالك هيكسب وان بيراميدز هياخد الدوري، والاحلى كمان هي دي. الضحكه دي فكرتني بضحكه تانية برضه قبل كده. فاكرين دي؟ فاكر بقى وقتها لما خدتوا على عينيكوا 3-0؟ فانا بصراحه بتفائل بيها قوي ضحكتك دي قبل ماتشاتنا معاكم. نلتقي يا قصقص بعد المباراه ان شاء الله. انا هنفخكم. جمهورنا حاسس بالظلم والقهر، خاصة السنة دي ما يحدث مع نادي الزمالك هذا الموسم. الفريق الأول لكرة القدم لم يحدث من قبل وما حصلش قبل كده. تم إبعاد الزمالك عن المنافسة، الجميع يعلم. كلام كابتن جوهر الله يرحمه، ادوا الزمالك العدالة ونفسوا على المركز الثاني. ادوا الزمالك العدالة ونفسوا على المركز الثاني. ده كلام محمود الجوهري، أعظم مدرب في تاريخ مصر الله يرحمه.
انت بتتكلم جد؟ يا اخي ميدو ده فعلا عالمي ما شاء الله عليه، فشل كلاعب وفشل كمان في كل محطاته التدريبيه تقريبا. مسك مصر المقاصه الفريق راح في الوبا، مسك دجله الفريق راح في الوبا، اشتغل مع مرتضى في فترته الاخيره مع الزمالك وطلع فنجري بق وما عملش اي حاجه، ولسه لحد دلوقتي في ناس بتصدق انه ممكن يعمل حاجه. عموما يا ميدو بالنسبه للظلم التحكيمي اللي بتقول الزمالك اتعرض له، انتظرونا يا جماعه ان شاء الله بكره في فيديو تاريخي بيجهزه محمد كمال هنكمل الاخطاء التحكيميه اللي استفاد منها الزمالك وبيراميدز والظلم كمان اللي اتعرض له الاهلي، وكل فريق ما له وما عليه. فيديو مجمع لكل اللي حصل في الدور الاول عشان لو حابب يعني يا ميدو تاخده معاك الفيفا وانت رايح، وكله موثق بالصوت والصوره والقانون بتاع التحكيم. انتوا عارفين يا جماعه احنا مش زي ناس بنتكلم ونهبد وخلاص، انتوا عارفين شعارنا افعال لا اقوال. بس الحقيقه بقى كده في كام نقطه محتاجين نعلق عليها على ميدو. هو مين ميدو علشان يتصدر المشهد ويعمل مؤتمر صحفي للزمالك؟ انت حيالله عضو لجنه تخطيط، دورك استشاري بحت، طالع ومتقيف قوي ولابس البدله وعامل لي مؤتمر صحفي وفاتح صدرك كانك رئيس النادي. هي ايه الهرجله دي؟ هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. ثانيا بقى المقوله بتاعت الجوهري دي الله يرحمه اللي هي بتاعت ادوا الزمالك العداله وسيبوا بقيه الفرق تنافس على المركز الثاني. لا وصحفيين كبار يا جماعه واعلاميين بيرددوها والجمهور الغلبان مصدق. ممكن بقى نعرف مصدر العباره اللي ضد العقل والمنطق دي ايه؟ طبعا وحي خيال مريض عايش على نظريه المؤامره وبيخترع حاجات من وحي الخيال علشان يثبت للناس صحه ادعائه. والمقوله دي تحديدا دليل على فنكوش المظلوميه وان كل حاجه بيقولوها. ثالثا بقى معلش، هو مين اللي ابعدك عن المنافسه؟ ولصالح مين؟ انت عامل مؤتمر صحفي وكل كلامك فيه عن الاهلي ومش واخد بالك ان بيراميدز هو اللي متصدر وباخطاء تحكيميه كارثيه. ولا صحيح انا نسيت انت زملكاوي بيراميدزاوي. اولي 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 بيراميدز بيراميدز. رابعا بقى قبل ما نرد عليك بكره باذن الله بفيديو التحكيم، انا عايز اجيبك انت بنفسك علشان ترد على نفسك على فكره قال ايه ظلم الزمالك دي. الناس اللي جوه نادي الزمالك اللي شغاله واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. ان طول ما الناس جوه نادي الزمالك بتفكر في المظلوميه وناقلين الكلام ده للجماهير عن طريق الاعلام الزملكاوي، نادي الزمالك هيفضل بياخد بطوله الدوري كل 6-7 سنين. في كل الاجيال التي تم تدميرها بنجاح داخل الزمالك كانت بايد اولاد الزمالك. انت النهارده لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم وبتتكلم على المظلوميه وبتتكلم ان الاهلي بيتجامل وبتتكلم ان الزمالك مش عارف، بتتكلم على الكلام ده، انت بتبني جوه الطفل الصغير اللي جوه النادي ان هو دايما عنده عذر ودايما عنده اكسكيوز، ده احنا الحكم، ده احنا كذا. فلما جيت طلعت ان انا قلت الكلام ده اتهاجمت من الزملكاويه. لكن انا فعلا شايف، انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه. انت لما بتتكلم في حته الظلم والكلام ده انت بتدي للعيب بتاعك عذر ان هو يتغلب. ما ده اللي بقول عليه اكسكيوز يا عم، اسهل حاجه احنا نادي مظلومين وبتاع. لا بجد يعني انا مش عارف اقول ايه، مش لاقي كلام اعبر بيه. ميدو قبل ما يشتغل في الزمالك شايف ان من ضمن مشاكل الزمالك هي ادعاء المظلوميه وان ده بيكون مبرر لفشل المسؤولين وانهم كده بيدوا العذر للعيبه انها تخسر. انا على اخري انا على اخري انا على اخري. ايه ده يا اخي؟ انت ايه؟ من يمين خالص لشمال خالص. انا بس نفسي بجد الناس الزملكاويه المحترمين يعرفوا ان الناس دي بتنصب عليهم وبتبيع لهم الهوا، ونفس الزملكاويه يحبوا ناديهم اكتر ما بيكرهوا الاهلي. ساعتها بجد مشاكلهم ممكن تتحل ويمكن يرجعوا ينافسوا تاني على المركز التاني. لكن طول ما انتوا ماشيين ورا الناس اللي بتبيع لكم نظريه المؤامره وانتوا عارفين انهم بيعملوا كده علشان يداروا على فشلهم، عمر حال النادي بتاعكم ما هيتصلح. شويه فشله. مصطفى الفخراني المؤرخ الزملكاوي كتب على صفحته قال تم ارهاق فريق الزمالك بنجاح 120 دقيقه قبل مباراته مع الاهلي ب3 ايام. لا ويقول لك القرعه ظلمت الاهلي. صح يا فيخو عندك حق. انت عارف انه من ضمن المخطط انكم تلعبوا 120 دقيقه ان في ضربتين جزاء لمودرن ما اتحسبوش، ده غير طرد الدونجا. الحكم بقى ما رضيش يحسبهم علشان الزمالك ما يخسرش في ال90 دقيقه ويكمل لل 120 دقيقه. يا رب ايتها السماء صبي غضبك على الاغبياء. مهمة ايه اللي تمت بنجاح يا فيخو؟ ولو في مهمة فعلا تمت بنجاح فهي المهمة اللي وكل ليها عبد العزيز السيد علشان يصعد بالزمالك لدور ال8. لو تمت المهمة بنجاح فخليك فاكر ان ده الماتش الوحيد اللي اتلعب من غير فار. وشوف الصدف يا اخي، كله كوارث تحكيمية ولصالح الزمالك بس. فانا المفروض بقى بعد ده كله ابقى سليم النية. يعني عبط احنا بقى. يعني يا فشلة مش عارفين تكسبوا مودرن متزايل الدوري في الوقت الاصلي وجايين تتكلموا، لا وكمان بتكسب باحتواء. الزمالك يا جماعة الثالث ولا رابع ولا خامس سنة بيصعد
يصعد في الكاس بالاحتواء زي ما هو كده في الدوري، ما بيعرفش يمشي غير بالاحتواء. عويدة دايما يا راجل ده اسلام صادق نطق وشوف قال ايه. الزمالك يتقدم بهدف مقابل لا شيء على مودرن سبورت في الشوط الاول لمواجهه الفريقين بكاس مصر. مودرن يسيطر على المباراه والحكم عبد العزيز السيد يتغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لمودرن. اسلام صادق شايف ان الزمالك اتجامل يا جدعان. لو اسمع قال ايه كمان، صور توضح تعرض احمد عاطف مهاجم مودرن للكمه قويه من محمد صبحي حارس الزمالك، لكن الحكم عبد العزيز السيد تغاضى عن احتسابها ومنح عاطف انذار في لقاء الفريقين بكاس مصر الذي يقام بدون تقنيه فيديو، رغم ان مباراتين في نفس الدور اقيم بوجود تقنيه الفيديو بينها زد مع سموحه. كمان ماتش الزمالك اللي ما يتلعبش بفار الدور كله، يعني اشمعنى ماتش الزمالك من غير فار؟ يعني حد يقنعني يديني مبرر اشمعنى ماتش الزمالك من غير فار؟ ويا جماعه خلاص الحاجه بقت على المكشوف كده عين عينك. لا وكمان مش عاجب الاعلام الزملكاوي. الله الناس دي ازاي؟ بس صحيح يا جماعه، هو ايه اللي يخلي اسلام صادق يتكلم ويقول ان الزمالك اتجامل؟ ده انا كنت اصدق ان ابو الهول ينطق ولا اسلام يتكلم عن الزمالك، عمرها ما حصلت. ولا صحيح ده اسلام صادق عضو مجلس اداره وبمرتب مودرن سبورت، فلما الموضوع جه عليه ما استحملش ونطق بالحق. بس بعيدا بقى عن موضوع الحلقه يا اسلام، الصراحه يعني دخلتك على النادي فل. الفريق من مركز خامس الموسم اللي فات وكان بينافس منافسه شرسه على المربع الذهبي الاخير الموسم ده، واقرب فريق مرشح للهبوط. برافو عليك. المهم بقى يا جماعه ان الاعلام الزملكاوي مصدر للناس ان ماتش الزمالك في الكاس بتاع مودرن اتحط كده قبل ماتش الزمالك مع الاهلي علشان يرهق الزمالك، واداره الزمالك رسميا بقى طلبت تاجيل الماتش ده من باب تكافؤ الفرص مع الاهلي. يا نهار ابيض بجد. لا والاعلام مساند والجمهور موافق. يعني انتم متخيلين بقى لهم كام سنه بيتكلموا عن تاجيلات الاهلي في الدوري بسبب مشاركته في افريقيا وكاس العالم للانديه، وكان يقول لك ايه المشكله ان الاهلي يلعب كل 3 ايام، وايه المشكله انه كان يلعب قبل نهائي افريقيا ب3 ايام ماتش محلي، والفجره دلوقتي كانوا عايزين ياجلوا ماتش محلي قبل ماتش محلي ب4 ايام. بجحتك يا اخي. لو اسمعوا المقطع الجاي ده بقى من قناه الزمالك شوفوا الكوميديا ومداخله مع لاعب سابق للزمالك مع مينا ماهر وهم بيتكلموا على الموضوع ده. تعالوا نتكلم عن البيان بالتفصيل مع كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم نادي الزمالك السابق. يا كابتن ابراهيم مساء الفل. مين يا حبيبي، اخبارك ايه؟ عامل ايه وحشني؟ وانت كمان والله. كله تمام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. يمكن كل سنه وانت طيب بالتاكيد في الاول ورمضان كريم عليك وعلى اسرتك وعلينا كلنا يا رب. قبل ما تنورني كنت بتكلم عن خطاب نادي الزمالك النهارده اللي كان فيه طلب تاجيل رسمي وواضح الى خطاب الى اتحاد الكوره باهميه تاجيل مباراه غدا لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص ما بين الفريقين، ويمكن يبقى عندنا اسبوع زينا زي المنافس في ما قبل المباراه وما قبل بدايه الدور الثاني. طبعا يعني انت بتتكلم مظبوط، لازم يكون في فرصه تكافؤ الفرص طبعا، لان انت هتلاعب المنافس، وهل المنافس عنده في كاس مصر؟ اكيد عنده في كاس مصر هو كمان. صحيح. هو ايه اللي صحيح؟ كاس مصر ايه اللي الاهلي فيه؟ صباح الفل، ما تفوق يا مينا وفوق الضيف بتاعك. هيلعب؟ لا مش هيلعب. بس خلاص انت سالت ورديت على نفسك. يا ابني هيلعب ايه ولا مش هيلعب ايه؟ الاهلي مش في البطوله اصلا بسبب انه طلب تاجيل ماتش في الكاس السنه اللي فاتت، فما توافقش على التاجيل فانسحب من البطوله، فاتحرم السنه دي من المشاركه في الكاس. ايه بقى الغيبوبه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا مش عايشين معانا ولا ايه؟ الناس اللي مش فاهمه حاجه دي. انت كمان عايز تاجل ماتش للزمالك في بطوله الاهلي انسحب منها السنه اللي فاتت بسبب انه ما ينفعش يتاجل له ماتش ويدفع الثمن دلوقتي انه ما يشاركش فيها السنه دي، لكن انت عايز الماتش بتاعك يتاجل وتفضل زي ما انت في البطوله، وده كله بحجه تكافؤ الفرص. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ المهم يا جماعه لما الكنترول لاحظ ان مينا ماهر والضيف بتاعه مش فاهمين حاجه مصلح لمينا على طول في الايربيس. بس الكوميدي بقى هو رد اللاعب ابراهيم عبد الخالق. هو الاهلي بس يمكن عشان موقف الاهلي منسحب من البطوله. ده قرار النادي الاهلي. طيب يعني هل الانسحاب يعني قرار نهائي ولا هيرجع في قراره؟ لا مش اكيد يا هيما، لسه الاهلي بيفكر وما حسمش قراره ان كان يعتذر او لا عن بطوله كاس مصر 2024 اللي اتلعبت وخلصت وبيراميدز فاز بيها. الناس دي عاوزه تشلني ولا ايه؟ الناس دي حافظه ما فهماش. لا هم الحقيقه ولا حافظين ولا فاهمين، هم بس للاهلي كارهين. وصدق اللي قال ناس بتوع بليله. لا بتوع بليله، ما تكبخش بقى، بتوع بليله. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد. وكان معاكم مصطفى طلعت، وان شاء الله انتظروا بكره محمد كمال في فيديو ناري عن الاحتواء وملخص اللي حصل في الدور الاول عشان ميدو ان شاء الله ياخده معاه وهو رايح الفيفا. السلام عليكم.